السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. يا ريت الكل يسمي بالله ويصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا بحب اصلي على النبي في بدايه الفيديوهات بتاعتي، بحس ان بركه النبي سابقاني في اي حاجه. والله العظيم لما بصلي على النبي وبسمي بالله بحس ان بركه النبي وبركه ربنا سابقاني في كل حاجه. الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. النهارده معانا انتاج حلو جدا جدا، يا ريت الكل يدعي لي بالبركه ان ربنا يبارك لي ولكم امه محمد اجمعين ويرزقنا جميعا يا رب خير الدنيا والاخره ان شاء الله. نبص على الحمام بتاعنا الاول كده قبل ما نفتح على الكتاكيت اللي طالعه لنا ونشوف الحمام بتاعنا القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا باكل بالزغاطه. كلكم شفتوا معايا الزغاطه الفيديو اللي فات. انا بزغط بالزغاطه. بداوا يعملوا حمام اهوت، بسم الله ما شاء الله، بس انا بغرقهم على ما باكلهم يعني. التانية فقست، لقيتها النهارده فقسه اللي هي دي، ودي اللي طالعه من امبارح، ولسه البيضه الثالثه لسه ما جاش ميعادها لانها متاخره عنهم. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. ده القشور بتاعت الحمامه اهيت، بسم الله ما شاء الله، فقسه فقس طبيعي جدا جدا زي الام بالظبط. فادعوا لي ان ربنا يبارك لي فيهم يا رب ان شاء الله. ويعدوا. شايفين هم جعانين. انا باكل كل 3 مرات في اليوم او 4 مرات في اليوم، يعني كل ما انزل هنا عند الطيور اكلهم، يعني ممكن اكلهم 3 مرات في اليوم على قد ما بلاقي وقت فضا باكلهم. هم سامعين الصوت عمالين بيعملوا مع بعض عايزين ياكلوا. فانا هخلص معاكم الفيديو ان شاء الله وهزغطهم. في واحده حصرتها مليانه اهيت والتانيه حصرتها مهويه شويه، فهبدا ان شاء الله ان انا اكلهم دلوقتي حالا. فحبيت بس اطمنكم عليهم الاول كده في بدايه الفيديو بتاعنا ونشوف الانتاج اللي خارج معانا النهارده. نسمي بالله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا فرست بيضه من دهمت امبارح، هي الحمر دي. لقيت الجنين عايش فيها بس ما اكتملش. الجنين عايش بس ما اكتملش، وهيفضل ويتحط في الفقاسه هيموت لان هو اصلا ما اكتملش وعدت المده بتاعته الافتراضيه. فهو كده كده هيموت، مش هيطول معاها، مش هيطول في البيضه لان نسبه الخصوبه كانت ضعيفه فيها جدا جدا. الجنين لما يكون صاحي في البيضه ولسه ما اكتملش واخواته طلعوا يبقى كانت نسبه الخصوبه ضعيفه جدا جدا، فده مستبعده تماما. فهي خلاص كده على كده مش هتطلع. فهنشوف طالع معانا كام كتكوت النهارده. بسم الله ما شاء الله. الكتكوت ده مش قادر يقف على رجليه، عنده اعاقه في رجله، بس ممكن لما ياكل ويشرب تبقى دنيته تمام. انا 2. عايزه بس اوريكم حاجه جميله جدا جدا. شايفين انتاج البزراميط البراهمه؟ بدأت الريش تبقى كثيفة جدا جدا، وفي أكثف من كده مش كثيفة كثيفة يعني تقيلة يعني. في كثافة الريش أكتر من كده في فراخ تانية. فربنا يبارك يا رب إن شاء الله. هوريكم برضو مع بعضنا كده. هو الأغلبية اللي طالع معانا بزراميط براهمة. ده هندي أهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، وده هندي برضو أهو، ربنا يبارك. شايفين بقى كثافة الريش ده؟ شايفين صابع واحد بس أو 2 اهم، يعني التاني هم كلهم طالع فيهم ريش اهو. شايفين؟ اتاكدوا بس كده، كله طالع فيه ريش، بسم الله ما شاء الله. يعني ده لو عند اي حد تاني هيبيعه لكم على انه براهمه صافي، فهو مش براهمه. بسم الله ما شاء الله. دول كده اللهم صل على محمد 3 6 6. وده هندي برضو اهوت، لا بزراميط براهمه. 6 7. ده هندي 8 اهو يا حبايبي. شايفين الجمال والحلاوه ده؟ 8 9. وده هندي وده هندي، يبقى كده 11. وده بزراميط براهمه بس ايه خفيف، يبقى 12. شايفين القمر ده؟ 12 13 اهو، 14 15. هنعد بقى كده على طول. 17 19 22 25. بسم الله الرحمن الرحيم. 25. تعالى يا استاذ انت وهو. 27. كده ما عادش حاجه. لسه معانا بطين في الفقاسه، منهم واحده ما نقرتش، والتانيه اللي قلت لكم الكتكوت بتاعها لسه ما اكتملش في البيضه، فده مستبعد تماما. فربنا يبارك. ده نسبه الخصوبه ونسبه الفأس. حط بس البيض اللي معانا دول الاول. ده كميه البيض اللي انا جمعتها.
ما عادش عندي فراخ زي الاول كلكم عارفين، بس ايه، في بيض هنا الجماعه بايظ وقلت لهم تعالوا خدوه ما سالوش. حط بقى فراخ من اللي فوق كده اهوت. حاول افضله مكان. ده بيض رومي بتاع جماعه، 3 دول مخصبين فحطهم في الدرج تحت. افضل المكان احط فيه. حاطه حته كرتونه ليا مرايه عشان سلك بتاع الرف مقطوع. دول فيهم 3 بيضات رومي، 2 من الرومي الكبير وواحده تركي، فهنشوف الاتنين دول مخصبين ولا مش مخصبين. وبقالهم فتره عندي ومكسره احطهم في الفقاسه على اساس ان هم هيبيضوا تاني، بس هم فصلوا بيض وانا مبسوطه ان هم فصلوا بيض على ما نشوف الدنيا هتظبط في الخصوبه ولا لا. فدول كميه البيض اللي موجوده عندي، فقلت احطهم عشان ما يبوظوش من الحر، لان هو العمل كله اللي عندي حوالي عن 7 فرخات 5 فرخات اللي شغالين عندي، والباقي 3 التانيين راقدين. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. يلا بينا بقى ننزل الفراخ بتاعتنا، اوريكم احنا جهزنا المكان بتاعهم وجهزنا علفهم وميتهم، الدنيا جاهزه ليهم على الاستقبال على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المكان السلاكه من تحت اهوت. نزلت اللمبه الحمراء اللي كانت فوق نزلتها تحت وطلعت البيضه فوق. دي كانت مكان البط الصغير اللي كان موجود هنا وانا وديته في البيت التاني، فانا نضفتها النهارده، عقمتها ونضفتها وظبطت الدنيا وفرشت وكل الدنيا تمام. حطينا العلف الميه بسكر بتاعتنا، ربنا يبارك يا رب ان شاء الله، والدنيا تمام. ونزلت لهم اللمبه الحمراء عشان دول صغيرين. اوريكم اللي فوق دلوقتي. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. دوت شويه ميه بسكر بس كده. ومجرد ما هياكل ويشرب هيبقى تمام. مش متملكه منه اصلا عشان التليفون في ايدي. ساعه ما هياكل ويشرب هتبقى دنيته 10 على 10. بسم الله الرحمن الرحيم. دول كانوا 34 بيضه، 34 يعني النافق معانا 6 أو 7. فالحر ده نسبه ممتازه ممتازه ممتازه. لما يطلع 27 كتكوت من النسبه دي نسبه 10 على 10. الله اكبر عليهم، ربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب ان شاء الله، ويرزقني انا وانتم خير الدنيا والاخره يا رب اللهم امين. حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الحلاوه. الله اكبر عليهم. رغم ان انا كنت رافضه ان انا يعني بصوا اشتغل بط لفتره الصيف لحد ما اخلص من الطيور اللي موجوده عندي، بس الحمد لله الطيور اللي موجوده عندي الوقت حاليا اللي بقت شمورت دلوقتي، بقيت شغاله منها بدبح منها. كنت ناويه ان انا ابيعها بس قلت خلاص اسيبهم ادبح منهم للبيت وخلاص. ولسه عندي دفعه يعني في البيت التاني برضو صغيره شويه، فاللي هحتاجه للبيت هسيبه واللي مش هحتاجه هبيعه برضو ان شاء الله. اما اللي موجود عندي حاليا صغير هنا في البيت ده، فده انا هربي منه جزء، فعشان كده مش هطلع منه اي حاجه دلوقتي الا اذا حد برضو من حبايبي طلب مني حاجه مش هتاخر عنه. ده الدفعتين اللي طلعوا ورا بعض اللي كانوا رقد وطالعين من الفقاسه، كان في رقد وفي شيء طلع من الفقاسه. بسم الله ما شاء الله. دول الدفعه اللي انا قلت هربيها هي، والدفعه اللي مع الفراخ الساسو. فربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. الله اكبر. حاجه في منتهى الجمال وحاجه في منتهى الحلاوه، حاجات حلويات والله العظيم. ربنا يبارك فيهم. بس لو حد محتاج حاجه برضو ما عزهاش على اخواتي وحبايبي، فربنا يجازينا خير جميعا يا رب في عملنا ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا خير الدنيا والاخره. شغلت لهم اللمبه البيضاء اهيت، وتحت اللمبه الحمراء عشان دول لسه كتاكيت صغيره وطالعه فلازمها تحضير. فربنا يبارك يا رب. نقفل بقى عليهم كده. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايب قلبي، وده الخير اللي جالنا والرزق اللي جالنا. هوريكم برضو الفراخ الساسو والفراخ اللي وياهم كده لفه سريعه كده عليهم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهوريكم انا عملت ايه عند الحمام قبل ما اقفل الفيديو معاكم. هوريكم انا عملت ايه عند الحمام، وهوريكم الفراخ الساسو والدفعه الثانيه من الكتاكيت اللي موجوده معاها. فيلا بينا كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الفراخ بتاعتنا الاول. يلا يا فل انتوا منعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عامله وصفه لفراخ دلوقتي عندي الطيور عندي، بنجر على توم على ليمون على كركم، وقمت جايبه الخشن حاططه قدام الفراخ دي، قلت ينقروا فيه لان مش حاطه لهم علف دلوقتي، هم بعزين علف في الارضيه كتير. بسم الله ما شاء الله. هم دفعتين الفراخ الهندي والبزراميط، دفعتين ورا بعض، في دفعه شارده شويه وفي دفعه صغيره. فربنا يبارك ويحمي يا رب اللهم امين. فانا مش راضيه انزل في السلاكه هناك، يعني لما اللي طالعين النهارده احضنهم هبدا اقسم اللي في الدور الفوقاني مع الدور الارضي، هجزئهم مع بعض كده وهسيبهم فتره طويله في السلاكه لحد ما اجهز لهم مكان، لان مفيش مكان لهم هنا تماما، فمش هينفع انزل اللي هناك انزلهم مع دول، فهيبقى صعب جدا جدا ان انا اجمعهم مع بعض. فالله المستعان. يلا بينا نشوف عملت ايه عند الحمام النهارده. ظبطت لهم
الاقفاص بتاعتنا، لان ان شاء الله اي زغاليل هتطلع عندنا مش هنبيعها ولا هنعمل فيها اي حاجه لحد ما اعمل قطيع كبير من الحمام ان شاء الله. يعني ناوي يبقى عندي قطيع كبير من الحمام، بس المكان عايز يتنضف، بس ان شاء الله هنضفه له. ديت بيضه ورق دهيت اللي كان بيضها فاضي، البيض التاني معانا اهيت بسم الله ما شاء الله، ولقيت البيض مخصص، فربنا يبارك لنا فيهم يا رب ان شاء الله ويرزق كل من كان. شايفين انا عملت ايه؟ هوريكم من على بعد كده اهو اللي انا عملته النهارده. انتوا قلعتوا دي ايه؟ هي جزم، نرجع نظبطها تاني. يعني دي الوقت اللي فيها مشكله ان هم خلعوها من مكانها. طب كده كويس، عرفت ان اللي ثابت مش اللي ثابت. كان عندي 8 اقفاص ركبتهم النهارده، هم كل 3 قصاد بعض، فالله المستعان. اللي عايز تظبيط هنظبطه. بصوا ساعه ما طلعوا كسروا الدنيا. فدي بقى عايز يدق لها مسمار هنا ومسمار هنا، وديت برضو كمثل قلعوها خالص، وهظبط لهم الدنيا. وبقى انزل كده، انزل ولا انزلي، فهظبط لهم الدنيا بقى ان شاء الله. اللي ثابت معانا ثابت ودنيته تمام. هي شكلها عايزه ترقد هنا ومش عايزه تطلع من القفص حتى بعد ما نزلت. الدنيا تمام اهيت بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. دول ثابتين، يعني اللي انا ربطهم في الجنب دول ثابتين. فديت بقى عايزه تدقي فيها مسمار هنا ومسمار في الطرف هنا عشان تثبت بزياده. واللي تحت دي ثابته، ودي ثابته برضو اهيت، وديت برضو ثابته عشان عاملينها 3 مسامير. فهي اللي معانا دي اللي وقعت ديت هي اللي مش ثابته، وهي وده هي. فهنثبتهم ونظبط لهم الدنيا ان شاء الله. ديت اجمل واحده انا عملتها، لاني دقيت المسمار دخلته في البلاستيك نفسه، فظبطه معانا يعني جامد. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. وديت برضو ثابته لان انا ربطها بحبل فوق اهيت، فالدنيا تمام كده. يعني بصوا انا هعمل الجناب كلها بنفس النظام كده، الاقفاص 3 ادوار فوق من بعضها كده، لان اللي كان هيجيب لي بناني ضحك عليه وما جابليش بناني، فانا جبت منه الفلوس بتاعتي. فخلاص ان شاء الله كده دنيتنا تمام. وهنظبط الدنيا كده للحمام زي ما انتم شايفين بنفس الوضع كده، الرصه كده زي ما انتم شايفين لحد النهايه هكملها. يعني في واحد بتاع خضار انا بجيب منه، هو قريبي، فبجيب منه الاقفاص ده، هو بيديهاني من غير فلوس. فبيديهاني هو القفص ده عامه بيتباع ب5 جنيه في السوق يعني مع بتوع الخضار، فهو بيديهاني من غير فلوس، لان هو بيقول لي مرمين عندي كتير في البيت، ابعتي لي حد ياخد الكميه اللي انت عايزاها. فانا يعني ولادي مش بيهاودوا برضو زي ما بالكم. فان شاء الله كل سوق كده هجيب اللي هقدر عليه منه وانا جايه، لحد ما هلفها داير ما يدور كده اقفاص بنفس المنظر ده. نفسي يبقى عندي 50 جوز حمام، ده امنيه حياتي، يبقى عندي 50 جوز. وبعد كده ان انا عايزه ابيع بقى من اللي هيطلع بعد كده ان شاء الله. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب ان شاء الله. عليه الصلاه والسلام. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده عشان ما اطولش عليكم. يا رب بس فيديوهات تكون بتنال ارضائكم وبتكون خفيفه على قلوبكم. نوريكم بس الزغاليل بتاعتنا الصغننه دي قبل ما نمشي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك ويحمي. الزغاليل اللي كانت طالعه معانا قبل كده انا بعتها، لان ما عنديش حد باكل الحمام في الشلال اللي باكل الحمام، فقمت بايعاها لبتاع الطيور وهو جاي ياخد منه طيور قمت عطيها له. فدي الجوز ده بقى ان شاء الله هنربيه، ده ذكر وانتايه هم هنربوهم ان شاء الله. واي انتاج هيطلع معانا جوز على طول هنربيه. فربنا يبارك لنا جميعا يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.